حكايتنا بتبتدي مع بنت جميلة اسمها هيمانو، وبنعرف إن هيمانو في المرحلة الثانوية، وبتبقى عايشة مع باباها شييو وجدتها ساتشي. وبنعرف للأسف إن مامة هيمانو اتوفت لما كان عندها 4 سنين. وبنعرف كمان إنهم نقلوا من مدينة طوكيو لمدينة تاجامي، وبتكون دي المدينة اللي نشأت فيها مامتها. وبتكون المدينة دي مشهورة بصناعة الفخار وكمان الخزف. وهيماني وعيلتها قرروا إنهم يتنقلوا ليها بسبب شركة باباها اللي اتعرضت للإفلاس، وحالياً بيبقوا فاتحين المقهى ده وشغالين فيه كلهم، وبيكونوا فرحانين جداً بحياتهم الجديدة. وبيبقى النهاردة أول يوم في المدرسة، عشان كده أبو هيماني بيستعجلها عشان ما تتأخرش. وبعد كده هيماني بتودعهم وبتاخد شنطتها وبتروح على المدرسة، وبتقابل في الطريق صاحبتها ناوكي وبيروحوا المدرسة مع بعض. ولما بيوصلوا المدرسة بتشوف هيماني إنها في الفصل رقم 3، أما صاحبتها ناوكي في الفصل رقم 4. وبعد شوية بتيجي واحدة زميلتهم وبيبقى اسمها كوروكي وبتسلم على هيماني، وبنعرف إنها هتكون مع هيماني في نفس الفصل. وبعد كده كل الطلاب بيروحوا لفصولهم، وبعد كده بتطلب منهم المدرسة إن كل طالب يعرف نفسه على زمايله. فبتطلع كوروكي الأول وبتعرف عن نفسها، وكانت في نادي الفنون القتالية، لكنها دلوقتي هتنضم لنادي الفخار. وبعد كده هيماني بتطلع تعرفهم على نفسها وعلى المقهى بتاعهم، وكمان بتوريهم الفناجين اللي بيقدموا فيها المشروبات. وقالت ليهم إنهم عندهم أكتر من 400 شكل من الفناجين دي، عشان كل واحد يختار الشكل اللي بيحبه. وكوروكي أول ما شافت الفناجين وجمالها فرحت جدا، وقالت إن هيمانو هي اللي هتنضم ليها في نادي الفخار. وعلى الجانب الآخر بنشوف الفصل رقم 4، وبتكون ناوكي واقفة قدام زمايلها وما بتكونش عارفة حد فيهم، وبتقول لهم إنها اسمها ناوكي وبتحب إنها تعيش حياتها وما بتقولش حاجة أكتر من كده. ولما بيخلصوا اليوم الدراسي بيروحوا مع كوروكي لنادي الفخار، وكوروكي بتقول لهم يروحوا معاها يتعرفوا على توكو، وبتكون توكو هي المسؤولة عن النادي. ومع أول خطوة لهيمانو في النادي شمت ريحة في المكان وحست إنها تعرفها، وبتسبب ليها شعور الحنين للماضي. فتوكو قالت لها إن دي ريحة الطين اللي بتستخدم في صناعة الفخار. وبعد كده بدأت تشوف الفناجين اللي مع هيمانو، وبتقول لها إن دي الفناجين الأصلية للمزخرفة المشهورة توكورو هينما. فهينمي قالت لها إن دي تبقى مامتها، لكنها ما تعرفش إنها كانت مشهورة في صناعة الفخار. وفي الوقت ده كوروكي بتكون مبهورة جدا، وقالت لهينامي إن مامتها أشهر صانعة فخار في تاجامي، وإن حلم كل صانع فخار إنه يقابلها. عشان كده كوروكي بتطلب من هيماني إنهم عايزين يقابلوا مامتها. فهيماني بتقول لها إن مامتها مش موجودة لأنها ماتت لما كانت صغيرة. فتوكو بتاخد هيماني وبتوريها المكان اللي مامتها كانت بتشتغل فيه لما كانت في النادي. ولما هيماني شافته افتكرت ذكرياتها مع مامتها وقت ما كانت بتيجي معاها للنادي، وده بيكون أكبر تفسير على إحساس هيماني لما دخلت المكان، لأنها كانت زمان بتيجي مع مامتها. فقالت لتوكو إنها عايزة تجرب صناعة الفخار، وفعلا بدأت توكو إنها تعلمها، وقدرت هيماني إنها تعمل شغل كويس جدا، لكنها بتعمل نفسها محترفة وبتبوظ الشكل اللي هي عملته. لكن أهم حاجة عندهم إنها كانت مبسوطة، وتوكو قالت لها إن دي بداية حلوة وإنها مع الوقت هتتطور أكتر. وبعد كده هيمانو روحت البيت وحكت لعيلتها عن يومها وكمان عن زمايلها الجداد، وقالت لهم إنها عرفت النادي اللي هتنضم ليه بعد المدرسة، وإن هو نادي صناعة الفخار. فبينصدم باباها من اختيارها وبيقوم من على الأكل وسابها ودخل لأوضة والدة هيماني، وبيفضل يبص لصورتها وقال لها إنه جه اليوم اللي كان عامل حسابه، وإن هيماني عرفت الحكاية وإنها بقت عايزة تصنع الفخار زيها، وبيقول إن هو هيكون جنبها ومش هيسمح لأي مرض يقرب منها. والواضح من كلامه إن مامة هيماني ماتت بمرض معين بسبب صناعة الفخار. وفي الوقت ده هيماني بتكون قاعدة زعلانة عشان حست إن باباها محبش فكرة نادي الفخار، لكنه جالها وهو مبسوط واتمنى لها التوفيق في ناديها الجديد. وبيعدي اليوم والكل بيكون مبسوط.
وفي اليوم اللي بعده راحت هيماني للنادي وقعدت تفكر في حاجة تصنعها، لكن ما كانش في حاجة في بالها، فبتقرر إنها تقوم تنظف الكركبة دي. وبعد شوية وصلت صاحبتها كوروكي، وكانت هيماني بتنظف المكان، لكنها وقعت فنجان على الأرض واتكسر جزء منه. فتوكو بتقول لها ما تقلقش، وإن الجزء ده موجود من الأول. وبعد كده بدأت تعلمها شوية عن أنواع الفخار وعن تصميماته، وكمان أماكن صناعتها والمدن اللي مشهورة بيها. وكوروكي وهيماني كانوا مبهورين بكمية المدن اللي موجودة في اليابان وبتصنع الفخار. فكوروكي قالت لها عشان تتعلم أكتر عن الفخار هيروحوا كلهم الأول على محل الآيس كريم. وفعلا بيكونوا في طريقهم لمحل الآيس كريم، وبدأت كوروكي وتوكو يوروا هينامي كل الأماكن اللي فيها خزف وفخار في المدينة. وعرفت هيماني كمان إن كل صناع الفخار بيقدروا يعملوا تماثيل زي دي وبيجمعوها، وإنهم ما بيصنعوش بس الفناجين والزهريات. وقبل ما يكملوا طريقهم لمحل الآيس كريم، كوروكي بتقرر إنها تروح تشوف التمثال وتستكشفه، لكنها بتقع في المية. فبتقول لهم إنها هترجع البيت عشان تغير هدومها لأنها حاسة بالبرد. فقرروا إنهم يأجلوا خروجهم لمحل الآيس كريم لبكرة. وتوكو بتروح مع كوروكي عشان توصلها البيت، وهيماني وناوكي روحوا مع بعض. وبعد شوية بتوصل هيماني للبيت، ولما بتبص قدامها بتشوف المدرسة بتاعتها، فانصدمت وقتها وافتكرتها جاية تشتكي لباباها منها. لكن المدرسة بتقول لها تطمن، وبتقول لها إنها جاية تشرب قهوة بس. وساعتها هيماني اطمنت وبتستأذن منهم وبتروح على أوضتها، وبتفضل تتكلم مع صاحبتها ناوكي. ومع مرور الأيام بتبدأ هيماني مهارتها تتحسن في صناعة الفخار، وعرفت كمان كل أساسيات الصناعة وإيه الخطوات اللي هتعملها عشان تصنع الفخار. وبمساعدة توكو قدرت إنها تعمل أشكال بسيطة. ومن ناحية تانية كوروكي بتفضل تلعب وما بتعملش أي حاجة مفيدة، وبالرغم من ده كله ما بتكونش قاعدة هادية، وبتفضل تعمل دوشة في النادي، وده اللي بيخلي توكو تتعصب عليها، وبيتخانقوا الاتنين مع بعض، لكنهم بيرجعوا يتصالحوا في نهاية اليوم. وكمان بقى كلهم متعودين إنهم يسهروا بالليل في مقهى أبو هيماني. أما هيماني كل الظروف بتساعدها إنها تطور مهارتها أكتر، وده لما كسرت الطبق المفضل لباباها، فقررت وقتها إنها تصنع له واحد غيره، وبكده تكون استفادت إنها فرحت باباها، وفي نفس الوقت إنها اتعلمت وطورت من مهاراتها أكتر. وفي اليوم اللي بعده وهم في النادي جات لهم المدرسة، وكان معاها إعلان مسابقة الفخار. والمسابقة دي بتعملها المدينة كل سنة، وبيشارك فيها نوادي صناعة الفخار، واللي بيفوز في المسابقة بتتعرض كل أعماله في مهرجان الثقافة. وليه طريقتين ممكن يشارك بيهم في المسابقة. الأولى إنه يصنع قطعة فخارية يكون ليها قيمة أو فكرتها مختلفة، أو إنهم يعملوا حاجة اسمها تصنيف المشروع، وبيبقى عبارة عن إنهم يصنعوا حاجة من الفخار لكن يستخدموها في حياتهم اليومية، اللي هي عبارة عن فناجين وأطباق وزهريات. المهم إنها تبقى قيمة الصنع وبيستخدموها بشكل مستمر. عشان كده كل واحد فيهم لازم يختار الفكرة اللي هيشتغل عليها ويبدأ في تجهيزها. فتوكو قالت إنها ممكن تشارك في تصميم الأطباق الواسعة اللي بتشتغل فيها، وكوروكي قالت إنها ممكن تشارك بأي حاجة بتستمتع وهي بتعملها، وإنها ممكن تشارك بقطع فخار على شكل حيوانات. أما هيماني بتكون هي الوحيدة اللي مش عارفة تشارك بإيه، وما بيكونش في أي أفكار في دماغها، وبتحاول إنها ترسم أي حاجة عشان تشتغل عليها، لكنها برضو ما قدرتش. لكن في نفس اليوم قابلت مدرستها كازيمي، واتفقوا إنهم ينقلوا شوية فخار من النادي لمتحف المدينة. وفي الطريق هيماني بتشوف تمثال بيبهرها جدا، وطبعا بتكون مبهورة بشكله وألوانه. واتصدمت أكتر لما عرفت من مشرفة المتحف إن مامتها هي اللي صنعت التمثال ده أيام ما كانت في المدرسة. وبتكون هيماني فخورة جدا بمامتها وبكل حاجة عملتها، وبتكون متحمسة إنها تكون زيها في يوم من الأيام، وبتكون مصممة إنها تنجح أكتر في المسابقة. وبترجع بعد كده للنادي وبتبدأ تفكر في الحاجات اللي هتعملها وبترسمها عشان تختار حاجة منهم.
وبعد تفكير طويل قررت إنها تعمل أطباق الأكل، والفكرة دي جات لها من شغل باباها في المقهى، لأنهم ساعات بيحتاجوا النوع ده من الأطباق. وفعلا هيماني بدأت تصنع واحد منهم، وطلع شكله جميل جدا ونفس اللي هم طالبينه. لكن زي كل مرة هيماني بتحاول تثبت مهارتها وبتبوظ كل الأطباق، وبتكون الأطباق ما تنفعش للمسابقة فبيستخدموها كحاملة أكواب. فهيماني وقتها جالها فكرة تانية غير الأطباق، وهي إنها تعمل مخدة من الفخار. وطبعا المخدة اللي هيماني عايزة تعملها ما بتبقاش للنوم، لكنها بتكون مجرد منظر. وفعلا هيماني بدأت تجرب أكتر من شكل على مدار الأيام، لدرجة إن إيديها كانت بتوجعها جدا. وفي النهاية قدرت توصل للأشكال دي، وبتخلي كوروكي وناوكي يجربوا يقعدوا عليها، لكن بيكون فيهم الضعيف اللي اتكسر، وفي منهم اللي ما كانش مريح، واللي بيكون كمان وزنه تقيل. وكل ده هيماني كانت بتسجله في ملاحظاتها، لحد ما عرفت الحل بالصدفة وهي بتضفر لكوروكي شعرها، وهي إنها تعمل المخدة على شكل ضفاير وتدخل ما بينهم حبل شكله حلو، وبكده تكون خفيفة في الوزن وقوية، وفي نفس الوقت هيكون شكلها حلو. وفعلا بدأت تشتغل عليها لحد ما نجحت أخيرا في صناعتها. وبعد كده بتدخلها الفرن الفخار، وبتبقى المخدة جهزت وما بيكونش فاضل قدامها غير التلوين. وبعد وقت طويل قدرت تحدد اللون اللي هي هتستخدمه، وهيكون بنفس ألوان التمثال بتاع مامتها. وفعلا بدأت تختار اللون وثابت الشكل فيه، وبيطلع في النهاية شكله جميل جدا، وبتكون هيماني فرحانة جدا بالإنجاز ده. وبعد كده بيروحوا كلهم لمقر المهرجان، وبيسلموا القطعة اللي هم صنعوها، وبنعرف إن بكرة هيكون المهرجان. وبتكون هيماني طول اليوم متوترة، وكل شوية كانت تكلم صاحبتها ناوكي وبتقول لها إنها متوترة جدا وقلقانة. لكن في النهاية اليوم بيعدي، وتاني يوم الصبح الكل بيجهز نفسه وراحوا على المهرجان، وهناك شافوا ناس كتير مشاركين بالقطع بتاعتهم، وكلهم بيكونوا متحمسين. وبعد كده بتوصل لجنة الحكام وبيبدأوا يشوفوا كل القطع الموجودة، وواحد من الحكام دول يبقى جد توكو، وبيكون بيمتلك خبرة كبيرة في مجال الفخار. وبعد ما بيتفرجوا على قطع كتير وصلوا لل3 قطع بتوع هيماني وكوروكي وتوكو، وكانوا معجبين جدا بالقطع بتاعتهم. وفضل واحد من الحكام باصص لقطعة هيماني لمدة طويلة، وكان واضح إن هو شايف فيها حاجة مميزة. وبعد كده بيدخل الحكام للأوضة اللي هيقولوا فيها قرارهم، وفي النهاية الحكام بيحددوا النتيجة. وساعتها بيبان على هيماني إنها متوترة جدا، وبيفضل يجيلها أفكار إن القطعة بتاعتها ما كانتش مميزة، وبتقول إنها أكيد مش هتنجح. وبنعرف إن الحكام لما اتكلموا وحددوا النتيجة قرروا يعملوا حفلة توزيع الجوائز، وبتكون الجوائز عبارة عن 15 شخص من المتسابقين، وبيكسبوا جوائز شرفية لأنهم ما قدروش يوصلوا للمرحلة النهائية، وما بتكونش هيماني وكوروكي وتوكو من الأشخاص دول. وبعد كده بيبقى دور جايزة اسمها جايزة الامتياز الفني، والجايزة دي بتفوز بيها كوروكي. وبعد ما سلموا شوية جوائز للمشاركين جه وقت الجايزة الأهم، ودي بتكون جايزة أفضل قطعة في المهرجان، واللي فاز بيها هي توكو بقطعتها اللي اسمها منتصف طاولة الطعام. وللأسف هيماني ما فازتش بأي جايزة، لكن بالرغم من كده كانت مبسوطة بالتجربة، وإنها قدرت توصل للمرحلة اللي فيها دلوقتي، وكانت فرحانة جدا بفوز توكو. وفي النهاية روحت البيت واحتفلت مع عيلتها وصاحبتها ناوكي، وبيكون الكل فخور بيها. وبعد ما المهرجان بينتهي رجعت القطعة تاني لهيماني، وقعدت هيماني تتكلم مع صورة مامتها عن كل اللي حققته والسعادة اللي بقت فيها. وبعد كده بتروح تحتفل مع أصحابها وبكل اللي هم حققوه. وساعتها بنت منهم كانت عايزة تشوف القطعة بتاعت هيماني، لكنهم ما كانوش يعرفوا إن القطعة اتكسرت لما حاول أبو هيماني يقعد عليها. لكن بالرغم من كده هيماني كانت مبسوطة جدا إن باباها حب القطعة دي وكان فخور بيها. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.